السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين يا رب دايما بخير. معكم دكتور عبد الرحمن من مركزكم DHC. النهارده حابب استعرض مع حضراتكم حاله صديقنا بعد تقريبا سنه من العمليه. كان صديقنا عنده فراغ في منطقه التاج زي ما احنا شايفين. دي كانت شكل صديقنا قبل العمليه. كان في فراغ في المنطقه العلويه، كان زارع صديقنا مرحله اولى في تركيا. ده كان شكل منطقه التاج، وده كان شكل المنطقه العلويه، كانت فارغه شويه. لما جينا حلقنا شفنا المنطقه المنحه كان فيها فراغات شويه، كانت منقره بشكل ما زي ما احنا شايفين هنا. كان في حاجات متاخده زياده عن اللزوم. قدرنا الحمد لله ان احنا نتعامل مع المنطقه المنحه ونخطط بشكل منظم عشان المنطقه المنحه كلها تكون متزنه وشكلها كويس مع صديقنا. النهارده زي ما احنا شايفين ما شاء الله الامور طيبه تماما. المنطقه كلها بقت اكثر كثافه. منطقه التاج الحمد لله كويسه جدا. المنطقه المنحه زي ما احنا شايفين بقت كلها منظمه. يعني الحمد لله ما عادش صديقنا بيعاني من فكره ان كانت الراس منقره بشكل ما وقت الحلاقه. ايه راي حضرتك في التجربه بقى؟ والله تجربه هايله، وانا كنت متخوف الاول في العمليات في مصر. انا كنت عملت عمليه في تركيا وزلت متخوف بعد ما عملت العمليه الاولى وما نجحتش بالشكل اللي انا كنت بفكر فيه. لما جيت عند حضرتك وشفت المركز الصراحه تحت، بدات اعمل العمليه. الحمد لله بدات تظهر النتائج بعد ثالث شهر. كان في طبعا متابعه مستمره من حضرتك، والنتائج الحمد لله فضلت مستمره لغايه حتى الان. يعني لغايه دلوقتي في زياده والحمد لله. انا كنت بفكر اعمل كثافه بس الحمد لله لا، بالعكس بدا الموضوع يطلع ودلوقتي الامور تمام. حضرتك لما قلت لي ان انت عاوز تعمل مرحله تكثيف، انا قلت لحضرتك اسمح وقلت لك اصبر شويه. صحيح. بحيث ان احنا نشوف لحد ما النتيجه تجيب افضل، لان التاج بيتاخر شويه في النتيجه. فانا بنصح اي حد فعلا ان هو يستنى على الاقل يعني دايما عقبال ما يحكم بالظبط كده، لان دايما الاستعجال زي ما بنقول ممكن يخلينا ما ناخدش النتيجه الكليه ونبقى مستعجلين عليها. وانا بشكر حضرتك على متابعتك واسلوبك الجميل ومكانك الجميل وده بيتنا ومكاننا. وانا بجد بشكر حضرتك وبشكر كل اللي موجود معاك وحتى الممرضين معاك. الله يعز حضرتك. الله يجزيك خير. بشكرك على النتيجه. الله يبارك فيك. شكرا لحضرتك. شكرا.